من الواضح كده إن الصين مش عايزة تجيبها لبره بعد النجاح الكبير جدا للعبة بلاك ميس وكونج وتحقيق أكتر من 20 مليون نسخة مباعة حول العالم. بترجع لنا الصين مرة تانية، وتحديدا استوديو انترتينمنت 24 والناشر نت ايز بلعبة جديدة. لعبة أول ما نزلت عروضها عملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. اللعبة هي بلود مسج. أهلا بيكم، أنا أحمد ودي قناتكم ميكس جيمنج. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد، ولو ما عملتش لايك اعمل عشان ده فعلا بيساعد. بترجع لنا الصين تحديدا في عام 848 ميلاديا، في أواخر نهاية أسرة تانج الحاكمة للصين في الوقت ده، ورحلة أب وابنه في الصحراء لتوصيل رسالة تحمل مصير شعبهم وبلادهم اللي مزقها الحروب. الحقيقة القصة تبدو واعدة جدا، واللور بتاعها يبدو غني وجذاب، وتتحكي في قصص مثيرة للاهتمام. والاستوديو المطور ماهوش استوديو جديد، لأنه عمل لعبة قبل كده اسمها نارك بلاد بوينت، وهي لعبة أونلاين للبي سي والتليفون. نرجع مرة تانية لعرضنا. أعلن المطورين إن اللعبة معمولة بأنريل إنجن 5، وإن اللعبة هتكون أكشن ومغامرات، وهتركز على أحداث القصة والأحداث السينمائية. برضه الاستوديو المطور وعد ان اللعبه هتقدم نقله نوعيه في الالعاب اللي من النوع ده. فهل ده مؤشر يخلينا نتفائل؟ ولكن برضه بحذر. قالوا برضه ان اللعبه هتنزل للبي سي، ومحددوش لحد دلوقتي الاجهزه المنزليه اللي هتنزل عليه. في نفس الوقت برضه محددوش ميعاد صدور اللعبه امتى. كانت برضه وعود الاستوديو انه هيقدم تجربه قصصيه غامره تجمع بين العاطفه والاكشن، وان قصه اللعبه يكون محركها الاساسي القصه العاطفيه بين الاب وابنه، وطريقه تفاعلهم مع المشاكل اللي هتقابلهم وطريقه حلها. في الوقت اللي شبهها كتير من اللاعبين بتجربة مشابهة للعبة جاد اوف وور وعلاقة كريتوس وابنه اتريوس. الاستوديو وعد برضه بتقديم اسلوب قتالي عنيف ومتقن يجمع بين التخفي وعناصر البقاء على قيد الحياة. الاستوديو اتكلم برضه عن لور اللعبة وعالمها، وقالوا انها تقتبس حقبة مميزة في تاريخ الصين القديم، وان هيكون في تنوع في البيئات بين المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن الصحراوية الجافة والمعابد المختلفة. وبالنسبة لجرافيك اللعبة، واستنادا على محرك تطوير اللعبة اريال 5، وعد الاستوديو بتقديم جرافيك مذهل وتفاصيل بيئية متنوعة ممتازة. في النهاية قد يكون عرض لعبة بلوت مسج من أقوى عروض الألعاب في سنة 2025. السؤال بقى هنا، هل هتقدم كل الوعود دي وهتمشي على خطى سابقتها بلاك ميس وكونج ولا لأ؟ لو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.